في قلب إفريقيا عاشت زرافة طويلة العنق اسمها زوزو. لم تك زوزو كبقية الزرافات، فقد كانت تحلم بقبعة أنيقة. بدأت رحلة زوزو بالبحث عن صانع قبعات، والتقت بقرد ماهر يدعى ميمو. طلب ميمو من زوزو أن تجمع له مواد لصنع القبعة: ريش طاووس ملون، وأوراق شجر ناعمة، وخيوط من العنكبوت الذهبية. جمعت زوزو كل شيء، لكن ميمو أخبرها أن القبعة تحتاج لمسة سحرية. اقترح ميمو أن تذهب زوزو إلى السلحفاة الحكيمة شوشو التي تعيش في البحيرة البعيدة. سافرت زوزو لمدة 3 أيام و50 ليلة، ووصلت إلى شوشو. أعطت شوشو زوزو حجرا لامعا ليزين القبعة. عادت زوزو إلى ميمو، وأضاف الحجر إلى القبعة. كانت القبعة رائعة. ارتدت زوزو القبعة بفخر، وأصبحت أجمل زرافة في إفريقيا.